كان في جلسة لمجلس النواب العراقي، وبدأ الحديث بطريقة يعني لا يحبها أي إنسان لأي إنسان. بدأ الحديث عن سرقة البلد، بدأ الحديث عن اللصوص، أنه أنت تحاسبني، وزير الدفاع يحاسبوه بالبرلمان، ما أنت رئيس المجلس النيابي، ما أنت لص، والنائب الفلاني لص، والنائب الفلاني سرق مكان الفلاني، وأنت تأخذ رشوة في المكان الفلاني، وفلان يأخذ رشوة. بالأمس القريب العبادي وقف وقال الذين يقفون يريدون محاربة الفساد ما هم الفاسدون. شوي من طرف ثاني كذلك أن الدولة فاسدة، والأمر ليس مزاحا. نحن نعرف أفسد من عليها حكام العراق، أفسد نظام، أحقر نظام، أشنع نظام هو النظام العراقي. طبعا يعني هلا لا تقول بأنه العراقيين ما فيهم رجال وما فيهم كرامات وما فيهم أمان، لا، بس الأمريكي في بلادنا يريد أن يكون الحكام هكذا، لصوص قذرين سفلة. وبالمناسبة اليوم محسوب الحكم العراق على الشيعة، أن هذا حكمكم يا شيعة. العراق أغنى بلد في العالم، منهوب، شعبه يعاني الضيم، والفساد في العراق أشد وأخطر وأخوف وأعظم من الحرب الأهلية الدائرة فيه، ومن الإرهاب، ومن كل أنواع الضرر. هذا الفساد هو المدمر الأساسي. لو ما في فساد وما في مجرمين في السلطة كانت كثير من الأمور انحلت، حتى الخلافات المذهبية وغير المذهبية. وبالمناسبة أن يعني التيار الديني الشيعي حاكم، عمايم، جبهات محروقة من كثرة السجود. هؤلاء الذين يتحدثون عن مظلومية أهل البيت، وأن الإمام الحسين خرج للدفاع عن جده خرج للوقوف في وجه الظلمة والمجرمين واللصوص، وأن علي بن أبي طالب كذا، وأن السجاد كذا. لا، بالتأكيد على نحو القطع واليقين لم يشهد لا تاريخ بني العباس ولا تاريخ بني أمية ولا تاريخ بني عثمان أسوأ وأحقر من هؤلاء الحكام. وإذا كان الإمام الحسين قال طاب الموت واستشهد دفاعا عن المسلمين في وجه حكم ظالم كحكم يزيد لا زال أقل منكم شرا وفسادا بكثير. عش الفساد الأمريكي، هكذا الأمريكيين يريدون. الحقيقة نحن باسم التشيع وباسم التسنن نسكت عن كل الآثام، نسكت عن كل الجرائم، نرتكب كل الحماقات، ندمر بلادنا، نقدمها سائغة لكل كلاب الأرض فقط لأنه أنا شيعي وأنت سني. امبارح خلص الحوار ببيروت، طلعوا يتشاتموا 3 أيام، بالأخير طلعوا عم يسبوا بعضهم. كذب، كله كذب. هو في أفلام مفاتين مش لحتى يوصلوا لنتيجة. البلد يعيش مأساة. نحن بلبنان خلينا نكون واضحين، السلطة للشيعة. اليوم يتحمل المسؤولية الأساسية في البلد هم الشيعة. الأمن بيتحملوا مسؤوليته،
الاقتصاد بيتحملوا مسؤوليته، السياسة بيتحملوا مسؤوليته. الشيعة لا نشتم أحدا ولا شيء، لا رئيس وزارة ولا غير رئيس وزارة. مو معناته رئيس وزارة يعني بحاجة أن حدا يدافع عنه، لا. لكن هذا واقع. القرار، أغلب القرار في لبنان هو بيد الشيعة. الأمن في أسوأ حالاته. قديش كنا نصرخ ونقول لا لإطلاق النار، وبعضهم يقول يا أخي ما خصنا، الناس هي عم تطلق النار لحالها، هي الناس مش عم ترتدع. بين حينما أراد البعض أن يقف إطلاق النار توقف إطلاق النار. يعني ماذا هذا؟ يعني من قتل، الطفل الذي قتل والشاب الذي قتل والمرأة التي قتلت وكل هذا يتحمل مسؤوليته من كان وراء ظاهرة إطلاق النار. توقفت خلال فترة وجيزة جدا، ربما يعيدوها إلينا في وقت الحاجة. لكن أنا أتحدث عن الوضع الأمني والوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي اليوم في البلد، أرزاق الناس في الأرض. المزارعون، أهل البقاع مزارعون يعيشون بعرق جبينهم من تربة أرضهم. بيركض وحدهم كل السنة بأرضه، بعمله، بغنمه، بأي شيء لحتى يعيش أطفاله. اليوم الأسواق راكدة ولا شيء. كثير من الناس بساتينها وأرزاقها في الأرض، تفكر أنها لا تدفع عليها أموال لتأخذها إلى الأسواق، لا قيمة لها، لا قيمة لها. سؤال على هذا المواطن أن يفكر، لماذا هذا؟ لماذا رزقك بالأرض؟ ليش أنت أطفالك السنة مش رح يعيشوا كأطفال الناس؟ ليش أنت مضطر تركب على حالك دين ومش قادر توفي دينك، مش قادر تدفع لمدرسة أولادك؟ بتعرف ليش؟ لأنه رزقك راح بالأرض بدون سعر. بتعرف ليش؟ لأنه في سياسة بالبلد أعلنت الحرب على السماوات والأراضين. إذا أنت بدك ترحم أولادك، اعرف مرضك وين. مرضك اللي فوتك بدهليز الحرب في كل مكان. حروب في وجه من هذه الحروب؟ لمصلحة من هذه الحروب؟ اليوم نحن عم نقاتل بتركيا، عم نقاتل عفوا بحلب بخدمة الروس والأمريكان. بعد في حدا عنده أدنى شك أن تحالف أمريكي روسي لقتل المسلمين وأطفالهم ونسائهم وهدم بيوتهم في سوريا؟ بعد في حدا عنده أدنى شك؟ نحن في خدمة من؟ في خدمة الأمريكي. نحن ندعي شيعة آل محمد. نحن في خدمة الروسي ضد كل طفل مسلم. نحن عملاء، نحن أدنى مستوى من العمالة. ندمر بلادنا في خدمة الآخرين. ليش الأمريكي والروسي بده يدمرونا؟ ليش؟ يا أخي فهمنا، بغض النظر فهمنا في داعش. طيب هذا الأطفال هون شو في؟ طيب إذا كانت هاي الدول عن صحيح عم تفكر، المفترض تحل المشكلة. ما عم تقولوا ديمقراطية، طيب وقفوا العالم عن بعضها، قولوا ممنوع القتال واعطوه فرصة واعملوا انتخابات، واللي بيجي رئيس أهلا وسهلا، خلي الشعب يقرر. ليش ممنوع؟ بدكن حاكم قد الصباط تبعكم. بدكن حاكم مثل حاكم بغداد، حرامي يمزق يقتل ينهب ويعطيكم وانتم عايشين. ما بدكن حكام لإلنا هيك. ولهذا حاكم مثل أردوغان بتعملوا عليه انقلاب. في كلام شعبي منتشر جدا انه كانوا مجهزين طيارات فيها دولارات بالمليارات، وفيها ايضا سبائك ذهبية، على اساس اذا كمشوا او قتلوه لاردوغان يجوا يقولوا كاين هربين وكمشناه ليكو سرق البلد وفيلل. قام هو شيلهم
وأخذهم على خزنة الدولة. هلأ المصاري منين جاية؟ بعضهم عم يشير إلى بعض الدول العربية. ما بدهم حكام أشراف، لا. بسوريا ممنوع يكون حاكم شريف، لازم يكون حاكم جاي من تحت الصباط الأمريكي، هيك بصراحة. وبليبيا نفس الشيء، وبمصر مثل اسمها مصر. يوم اللي كان مرسي رئيس جمهورية، طرح فكرة انه يا اخي مصر دولة عربية اساسية وكبيرة، وتركيا دولة اسلامية كبيرة على حدود سوريا، وايران دولة كمان كبيرة إلها وضعيتها بسوريا، ماشي، والسعودية كمان دولة اسلامية عربية. تعالوا لحتى نحن مع بعضنا هالدول الأربعة نقعد نحل المشكل السوري. التفت، نحن وجعنا بقلبنا بنقعد بنحله مع بعضنا. التركي طرح أكثر من هيك، إنه يعني يصير في نوع من سوق مشتركة، نوع من تعاون وما شابه ذلك. يا أخي مرسي عم يحكي صح. لو أن تركيا ومصر، انتبه لي، إيران والسعودية ومعهم باكستان سووا نوع تنسيق تحالف، مع عنا حلف وارسو وعنا حلف شو اسمه، كان عنا حلف وارسو راح، فعنا الحلف الأطلسي، فعنا أحلاف. بدنا نعمل حلف فيما بيناتنا، بضرنا نعمل حلف. هاي الدول الخمسة بتعد أكثر من 500 مليار بشري، فيها أكبر مخزون نفط، يعني الرقبة الاقتصادية للعالم بإيدهم. عندهم سلاح نووي أيضا، عندهم إمكانيات هائلة، بيحلوا مشكلتهم بإيدهم. ليش بدك تركض لعند الروسي تصير خادم لإله؟ بدك تركض لعند الأمريكي تصير خادم لإله؟ ثم بالتالي كلكم تتآمروا على الرجل وبتدكوه بالحبس، قالوا صار مجرم، بتجيبوا ضابط إسرائيلي 100% ليحكم مصر، تنبسطوا كلكم. هلا ما حدا يقول لي لا نحن ما كنا ضد مرسي، كنتوا ضد مرسي وكنتوا شركاء في الانقلاب عليه، وطبلتوا وفرحتوا كتير وقت اللي دكوه بالحبس، وهلا كنتوا فرحانين لو اردوغان كان راح على الحبس او على الموت او على المقبره، لحتى كل المنطقه تصير العراق وتصير ليبيا وتصير سوريا وتصير كل هالمنطقه هاي. يا اخواني للانصاف اريد ان اخاطب كل من يسمعني. الأمة الإسلامية تتعرض لحرب لعدوان غربي شرس بدون مبرر. أنهم يحاربون الإرهاب والله أنهم يكذبون. هم صنعوا هذا الإرهاب فقط ليحاربون باسمه. هم صنعوا هذا الإرهاب لينهبوا بلادنا باسمه، ليقتلوا أطفالنا باسمه. حلب اليوم تدمر كبرلين، الطائرات لا تغيب عن سمائها، يقصف أطفالها ليلا نهارا. الطيران الأمريكي والطيران الروسي متحالفان على أطفال المسلمين. هذه الحقيقة. إذا كان في شريف، إذا كان في واحد يؤمن أن لا إله إلا الله فليتب ليعود عن غيه، ليرجع إلى ربه، لا يكون عداة في يد الأمريكيين والروس، لا يكون خائنا لأهله، لا يكون عدوا لأطفال المسلمين، لا يكون عدوا للقرآن ولنبيه. من يكون مع هؤلاء إن كانوا أمريكان أو روس أقسم لكم بالله عدو